ازيكم عاملين ايه واهلا بيكم في فيديو جديد. يمكن انا كنت نايم والله في امان الله، فصحيت الصبح لقيت خبر نزل عليا. بصراحة هو خبر مفرح جدا وفي نفس الوقت صدمة، يعني صدمة بفرح. فاهمني انت؟ اللي هو المنتخب المغربي بطل العالم للشباب. هي الصدمات كانت عمالة تتوالى بفرحة كبيرة جدا لأشقائنا المغاربة العرب. دمنا واحد. انا بتلزق لكم عشان انتوا ايه؟ بصراحة عاملين اداء تاريخي في الوقت الحالي. يا مغاربه يا اشقاء، ولو مصريين بيتفرجوا عليا دلوقتي فاحنا لازم نفتخر بالمنتخب المغربي، لان اللي هو عايشه دلوقتي هي حاله استثنائيه. هي طبعا يعني انجازات تاريخيه بيحققها، سيطره على القاره السمراء بالاضافه الى سيطره دوليه وعالميه بفوزه بكاس العالم للشباب 2025. يعني بصراحه هو انجاز تاريخي. انت ممكن للوهله الاولى كده ما تصدقش، لكن المغرب عملت ده بعد ما كسبت الارجنتين وفرنسا وكوريا وامريكا والبرازيل واسبانيا. مجموعتها كان فيها البرازيل واسبانيا وصعدت اول. لك ان تتخيل، والبرازيل واسبانيا ودعوا بسبب هذا المنتخب العملاق، المنتخب المغربي. المنتخب المغربي المدجج بالنجوم الشباب اللي انت بتتكلم. خلاص انت كنت بتقول لي انها كانت مفاجاه اللي حصل في كاس العالم الكبير وقطر 2022. كانت مفاجأة ان هم حصلوا على المركز الرابع. لا يا معلم، لا يا معلم، ده واضح ان في بنية تحتية وتأسيسية تاريخية بتوعدنا بان احنا هنشوف منتخب مغربي عظيم في الفترة القادمة. فهو ده بيوضح لنا ان انت يعني بص البنية التحتية والتأسيسية عندك عاملة ازاي. ده النجاح. ده من وجهة نظري انا النجاح بتاع اللي هو كأس العالم الكبير. طبعا نجاح، وانك حصلت على المركز الرابع وانك دمرت الدنيا وكسبت اسبانيا وكسبت البرتغال، وحاجة تاريخية على مستوى المنتخبات الاولى اللي طبعا عندها يعني امكانيات جبارة والكلام ده كله. ده تمام انجاز، لكن برضو الانجاز بالنسبة لي ما تأكدش 100%. يعني ده كان انجاز مثلا 95%، في 5% كده. هل دي مفاجأة ولا انجاز هيستمر للفترة القادمة؟ لا، انا دلوقتي اتثبت لي ان هو انجاز هيستمر لفترة قادمة، وقد تكون فترة طويلة بعد بنية تحتية يعني بصراحة تاريخية يعني موجودة في منتخبات الشباب. منتخب الشباب بطل العالم، منتخب المحليين هو بطل افريقيا، منتخب الاولمبيات اللي هو بيشارك في الاولمبيات وهكذا، اللي هو منتخب يمكن الشباب بتتكلم ان هو حصل على برونزية الاولمبيات وبطولة افريقيا. منتخب الناشئين فاز ببطولة افريقيا. منتخب الشباب اللي هو تحت 20 سنة بطل كأس العالم للشباب للمرة الثانية تحصل للمنتخبات الافريقية بعد 2009. غانا هي اللي حصلت على كأس العالم، بالاضافة الى انها اول مرة تحصل في تاريخ اي منتخب عربي. يا معلم اوعى تنسى ان الانجازات اللي انا لسه عدها لك دي بمدربين مغاربه. يعني انت بتتكلم مدربين مغاربه تفوقوا في البطولات العالميه بتكتكس رائعه جدا، واللعيبه بتلعب كوره. مش مدرب طالع يقول لك انا ما فشلتش، انا بس ما تم يعني ما كانش معايا يعني اي كلام في اي كلام، ما كانش معايا التوفيق بس انا ما فشلتش، ده انا سيرتي الذاتيه جامده قوي. وهيجيب لك بقى ايه من ايام ما كان مساعد مدرب وعمل ايه مع كوبر والكلام ده كله. انا بتكلم مع كابتن اسامه نبيه اللي ما ضملكش لعيب بيتمرن مع ارسنال وبيضم لعيبه بتتمرن في الاهلي. طب يعني اللي بيتمرن في ارسنال ولا بيتمرن في الاهلي؟ فهو ماشي بانه مبدا ما اعرفش. دول مدربين مغاربه اللي حققوا الانجازات دي، مش الكابتن اسامه نبيل اللي مش عايز يزعل اصدقائه واصحابه وكلها مجاملته محسوبيه هنا في مصر. دول مدربين مغاربه ودول لعيبه مغاربه. انت بتتكلم ان اللعيبه دي يمكن ياسر زبيري ده حاجة تانية خالص، هو عثمان معمة. بصراحة الاتنين يعني أجمل من بعض وعمالين يلبسوا التيجان لبعض طول البطولة، والاتنين دلوقتي هم ملوك العالم. ياسر زبيري 20 سنة بيلعب في البرتغال، أعتقد خلاص يعني فرقة كلاس إيه من أوروبا لازم تكون خلصت معاه دلوقتي بعد هذه البطولة. وأداؤه التاريخي هو هداف البطولة بالمناصفة مع أحد لاعبي الأرجنتين ب5 أهداف. عثمان معمة خد أفضل لاعب في البطولة، وهو أيضا صاحب ال20 عام بيلعب في واتفورد الإنجليزي في الدرجة الثانية اللي هو الشامبيون شيب يمكن في الدوري الإنجليزي. بتتكلم ان اللعيبه دول لعيبه ممتعه بصراحه للعين. لكن سيبك من كل ده، الكابتن اسامه نبيه قال لك نيوزيلندا واليابان بيلعبوا كوره ولياقتهم البدنيه عاليه، فما كنتش اعرف اكسبهم. طب المغرب خد كاس العالم ازاي بقى؟ انا مش هعيب على كابتن اسامه نبيه، لان المغرب يعني ما عملتش كده بالمدرب بس، هي عملت كده بالمنظومه كلها اللي بتساعد المدرب واللي عايزه ترفع اسم المغرب، بس مش خايفه تزعل اصحابها في ضم لعيبه معينه للمنتخب. والشغل اللي بيحصل عندنا ده صدقني انا اللي بيحصل عندنا ده اكبر غلط. وسيبك من كرة القدم، ده انت عندك في البينج بونج لعيبه في المنتخب مع بعض بيتخانقوا. بص لي كده على اللعيب اللي انا عامل عليه زوم، اللي هو اللاعب محمود اشرف. ده مين بقى؟ ده لعيب بيلعب تنس طاوله في المنتخب المصري، واللي جنبه دول
باقي افراد بعثه المنتخب المصري، بالمدرب، بالرئيس البعثه، مش عارف ايه والكلام ده كله، وقاعدين بيبقوا قاعدين طبعا تحت ورا الجدار اللي محطوط قدام رجلهم ده، واللي بيلعب بيبقى برضو واحد ايه من بعثه المنتخب المصري. فاللي بيلعب هو اللاعب عمر عصر. عمر عصر طبعا ده مصنف عالميا حاجه عظيمه جدا، هو المصنف الاول على مستوى مصر. محمود اشرف ده مصنف رقم 20 على مصر. ايه اللي ضمه المنتخب مصر؟ معرفش. الراجل ده بقى رايح ومنافسينها مع مين ومشخصنها مع مين؟ طبعا عمر عصر. فعمر عصر يجيب النقطه، ما يسقفش، في مشاكل ما بينهم من قبلها وهكذا. فالدنيا اشتعلت، فعمر عصر اتجنن خلاص، طلع عن شعوره. راح قال له ده انت عيل قليل الادب، والله اديك بالمضرب في وشك، قسما بالله ما لاعب اي نقطه غير لما يقوم. هو مش عايزه يقعد يتفرج عليه من الملعب، هو عايزه يقوم. هو قال ان انا مش هلعب خالص، ودي كانت المشكله اللي حصلت مع منتخب مصر. لكن انا طبعا عمر عصر غلطان في التلفظ ومش عارف ايه، وطبعا ده المعلم ده غلطان محمود اشرف. لكن انا عايز اعرف مين محمود اشرف ده. محمود اشرف ده ابن رئيس الاتحاد المصري للتنس الطاوله، المصنف رقم 20. عرفت بقى هو ليه في منتخب مصر وهو المصنف رقم 20 على مصر؟ يعني اصلا تلاقي ملوش وجود عالميا. اللاعب عمر عصر نجمنا المصري اللي بيلعب اصلا في ربع نهائي كأس العالم، او كمان بيوصل لربع نهائي الاولمبياد وسط النجوم الصينيين وهكذا، فده انجاز في حد ذاته. فانت بتتكلم الراجل ده مش عايز يسقف لعمر عصر، هو من نفسنا، هو ابوه رئيس الاتحاد بقى خلاص. واللي كان قبله كان اخو ده، او اخو اللاعب محمود اشرف ده، هو برضو رئيس الاتحاد اللي قبل باباه لما يمسك يعني رئيس. يعني كلها واسطة، وكلها يعني بصراحة بتعبر عن ان منظومة الرياضة كلها، مش كرة القدم بس، بل الرياضة كلها متدمرة هنا في مصر. وعمرنا ما هنوصل للي وصله المغرب غير لما يبقى فيه عدل، غير لما يبقى فيه تخطيط صح. يعني نفسي نعمل مشروع رياضة كده نخطط فيه صح، بس عشان نبدأ ان احنا ننجح. نفسي ان احنا نتطور. عمر عصر طلع امبارح مع ابراهيم فايق وقال لك ان انا اتحولت تحقيق انا ومحمود اشرف، بس مش عايز ان الحكم يكون هو الخصم في نفس الوقت. فقال لك انت حاسس بغياب العداله والكلام ده كله. عمر عصر قال مفيش حته في العالم رئيس الاتحاد هو اللي بيختار اللعيبه. يعني انت واخد بالك من الكلام اللي بيتقال؟ الدنيا كلها بتجيب مدرب وتديله صلاحيات كامله ويتحاسب على الصلاحيات دي. فابراهيم فايق رد عليه وقال له صلاحيات ايه يا عمر؟ ده انتوا ولا عندكم طبيب ولا مدرب لياقه. انت شايف احنا وصلنا لفين؟ يعني انت شايف وصلنا لفين؟ عشان كده تقريبا مش متذكر اسمه قوي، بس متذكر اخر اسم بس منه، اللاعب اللي هو لاعب المصارعه اللي كان بيجيب لنا ميداليات قبل كده في الاولمبياد وهكذا، اللي هو كيشو، ابراهيم كيشو تقريبا، يعني على ما اتذكر اسمه. ابراهيم كيشو ده قال لك هروح امثل امريكا. خلاص، الراجل انت بياخدوا منك الابطال المصريه ويروحوا يجنسوها ويمثلوا البلاد الاخرى بسببك انت، بسبب ان انت يعني مخليهم في حاله بصراحه يعني غير طبيعيه ولا توصف بصراحه. فابراهيم كيشو رايح يمثل ولاعيب مصري قبل كده مصري، بنروح نشوفه. طب انت مصري يا سيدي بتاخد ميداليه اولمبيه باسم قطر ليه يا معلم؟ ده انا متجنس من زمان قوي قطري، وانا قطري وخلاص. الميداليات اللي هاخدها دي قطريه خلاص، ميداليه ذهبيه في رفع الاثقال في اولمبياد سابقه. فانت واخد بالك من اللي بيحصل؟ ففي الرياضه كلها دي بقى لعبه جماعيه كره القدم. شايفين طبعا كميه الفشل اللي احنا واصلين له، وزغاريد بقى واحتفالات والكلام ده كله على اننا صعدنا كاس عالم من وسط 9 مقاعد من افريقيا صاعدين. ده يا معلم انا عايز اروح كاس عالم اعمل حاجه، ده المفروض اللي يكون طموحنا يا معلم. المغرب كلها على بعضها اخر احصاء حصل 37 مليون نسمه. انا مصر اكتر من 110 مليون، مش عارف اطلع منهم قائمه منتخب مصر جيده، لعيبه مهاريه تعرف تلعب كوره تاخد كاس عالم. طموحي ان هو اخد كاس عالم. انا عندي يعني بصراحه اعداد جباره وعندي الامكانيات. ما تقعدش بقى تقول لي يعني اللي بيحصل ده احنا عارفين سببه، والفشل اللي احنا واصلين له ده علشان احنا مش ماشيينها بالعدل ولا ماشيينها بالنظام والتخطيط زي ما بيحصل في اوروبا. لا، احنا لو ماشيين زي ما بيحصل في اوروبا والمنتخبات الاوروبيه وهكذا، في وسط اصلا اعداد ضخمه جدا من المصريين، اكيد هنطلع اللعيبه اللي تستحق فيها انها تلعب واللي تكسب كمان المنتخبات الاوروبيه وهي حاطه رجل على رجل ونتسيد العالم كله. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. سلام.